واش عمرك سمعتي بسيد الاستغفار؟ واخا بسيط في الكلام، راه من أعظم الأدعية اللي ممكن تغير حياتك كاملة. تخيل معايا دعاء واحد فيه اعتراف وتواضع وتوبة صادقة، دعاء علمو لنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقال لنا باللي اللي يقوله وهو موقن به ممكن يكون سبب في دخول الجنة. هذا هو الدعاء اللي غادي نقول ليه الآن. حاولوا أنكم تسجلوه عندكم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. دابا خلينا نفهموا علاش هذا الدعاء قوي بزاف. وانا حاولت انني نتكلم بالدارجه باش كلشي يفهم الهضره ديالي، وحاول انني نوصل لقلوبكم. اول حاجه كتبدا بها هي كلمه التوحيد. اللهم انت ربي لا اله الا انت، وهذه الكلمه هي اعظم كلمه. يعني كتعترف باللي الله هو كل شيء في حياتك، وهو اللي كترجع ليه في كل وقت. من بعد ما كتقول خلقتني وأنا عبدك، هنا كتعترف بالأصل ديالك أنك عبد لله، وهذا الشيء كيعطيك تواضع كبير. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني كتحاول تبقى مستقيم وكدير اللي في جهدك باش تبقى قريب من الله. ومن بعد كتطلب الحماية، أعوذ بك من شر ما صنعت، حيت كل واحد فينا كيغلط وكنخافوا من نتائج هاد الأخطاء. ثم أهم حاجة، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني كتعترف بالنعم اللي عطاك الله، وكتعترف حتى بالذنوب ديالك بلا ما تهرب منها. وفي الأخير فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وطلب صريح للمغفرة من عند الواحد اللي يقدر يغفر. حاولوا أنكم تقولوا هذا الدعاء في كل صباح، وقولوا حتى بالليل، ولكن السر الكبير هو تقولوه بقلبك ماشي غير بلسانك. سيد الاستغفار ماشي غير كلمات، راه رجوع حقيقي لله عز وجل، وفرصة جديدة كل نهار باش تبدا من جديد. إلا عجبك المحتوى ما تنساش دير ليا وبارطاجي باش توصل الفائدة للناس آخرين. عمرك سمعتي بسيد الاستغفار؟ واخا بسيط في الكلام، راه من أعظم الأدعية اللي ممكن تغير حياتك كاملة. وما ننساش نقول لكم السر في هذا الدعاء أنه كيجمع بين التوحيد والاعتراف بالنعم والاعتراف بالذنوب وطلب المغفرة. وهذا الشيء هذا كامل حاولت أنني نبسط لكم هذا الموضوع ديال موضوع روائع الاستغفار. ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله تعالى. ونتمنى أنني ما نكونش طولت عليكم، وشكرا على المتابعة ديالكم.